السلام عليكم. معكم اخوكم عماد في دردشة بسيطة على موضوع انا اتكلمت عليه من فترة، وهو موضوع اعفاء العربيات عن الجمارك للمصريين المقيمين في الخارج. قلت ان الموضوع ده كله غلط، ودي فكرة فاشلة ومحدش هينفذها، بالرغم انهم هياخدوا اعفاء ضريبي، يعني اعفاء جمارك عايز اقول. تمام. علشان القيود اللي حطاها البلد، وفي الوقت اللي انا اتكلمت فيه ده ما كانش الدولار نازل للنازله الجامده دي، يعني كان نازل يمكن حوالي 16 حاجه زي كده، 17 في الحدود دي، 18 في الحدود دي. تمام. قلت الكلام ده ان دي فكره غلط، المفروض البلد تفكر في حاجه تانية لاجتذاب العمله الحره من المصريين في الخارج، مش عن طريق عربيات وتحطوا القيمه بتاعتها في البنك، لان العملة ممكن تنزل، بالتالي هما هيخسروا فلوس اكتر. وحاجة تانية كمان الحكومة نسيتها، ان في فقدان ثقة تماما في الحكومة المصرية. يعني احنا لا نثق في الحكومة المصرية بسبب تغيير القرارات، كل شوية يغيروا قرار، كل شوية يغيروا قرار. يعني مش فاهم انا، يعني مرة يقولوا ايه، نزل العربية اعمل وديعة، بعد كده يقولوا ايه، قبل ما تنزل لازم تعمل وديعة لمدة 3 شهور، قبليها ب3 شهور. معقولة الكلام ده؟ يقول لك لا، ده الكلام ده ينطبق بس على المصريين اللي قاعدين في اوروبا في امريكا، اللي قاعدين في الدول العربية ده كخة، المفروض ما ينزلوش حاجة. ودلوقتي اصحاب العربيات في مصر اللي هم اللي عندهم اجانس يبيع فيه العربية او معرض، تمام، قال لك احنا وقفنا البيع والشراء لان العربيات بتغلى 100,000 مرة واحدة. يعني ده كانت العربية مثلا 300,000 بقت 400,000 دلوقتي، ومش موجودة أصلا. طب ليه؟ سبب في كده لأنهم خايفين من عدم الاستقرار في السوق في المصرفي، بالتالي الدولار مش عارفين متجه لإيه بالظبط، أو الجنيه المصري متجه لإيه بالظبط. بالتالي ممكن الأسعار تنزل، ممكن تطلع، بس هي في الأكيد هتطلع، يعني مش هتنزل. أوكي. ودلوقتي هما بيعيطوا عشان تحل الموضوع ده، واخد بالك؟ اعمل تصريح كده، يعني اتمنى، يعني يمكن انا بخرف، بس يعني انا مش مجنون يا جماعه، انا بتكلم جد. تمام. يعملوا تصريح يقول لك ايه، كل المصريين ينزلوا عربيات من غير جمارك، ولا وديعه ولا كلام فارغ. ايه رايكم؟ زي الله يرحمه السادات عملها مع ايام الانفتاح الاقتصادي. اه والله، نزل عربيات، ماشي، اعمل مصر سوق مفتوحه. طبعا الكلام ده استحاله هيحصل، لان البلد عايزه فلوس باي طريقه. بالتالي مين الاهبل اللي هيدفع؟ المصريين المقيمين في الخارج. تمام. وانا حذرت ناس كتير، اوعى تنزل عربيتك على اساس انك انت هتعرف تبيعها في مصر، هتعمل قرشين وانت لسه عندك وديعة. قلت لهم الجنيه بينزل وانت هتخسر القيمة الدولارية بتاعتك، يعني انت في الواقع انت هتخسر مش هتكسب. اوكي. وفعلا اللي حصل انهم ولا حد نزل ولا حد عمل اي حاجة خالص نهائيا. يمكن قلة بسيطة جدا من الهبل هم اللي نزلوا عربية في مصر والكلام ده، وهيندموا بعد كده. ده فكرني كمان بمبادرة قناة السويس لما طرح السندات، قال لك ده هنديكوا فايدة عالية على كل جنيه تقريبا، وطلب يعني قيمة السند تقريبا في وقتها كانت كام؟ كانت $100، رفعوها بقت 500. انا فاكر الحكاية دي. تمام. والناس كانت عماله تحلم بالثراء السريع، وناس كتير دفعت فلوس. انا اعرف ناس شخصيا دفع فلوس بالهبل في الموضوع ده، وفي الاخر حصل ايه؟ كلكم عارفين حصل ايه. كانت عمليه نصب من اولها لاخرها. تمام. لان اصلا مفيش اصلا فلوس البلد في العمله الحره، مش موجوده خالص. بالتالي يا جماعه، يعني عشان البلد تتقدم، حاول تركز على قطاع العقارات. يعني ايه قطاع العقارات؟ يعني ادي حافز للناس المقيمة في الخارج انها تعرف تشتري شقق، تشتري اراضي. تمام. ومع تسهيلات في الدفع لمدة 30 سنة، وما تكونش الاسعار مبالغ فيها. بس الكلام ده هيحصل؟ مش هيحصل. انا دلوقتي انا شايفه
ان البلد بتحاول تطفش الناس انهم ينزلوا تاني كأنهم اعداء للوطن. تمام. مفيش تفكير صح بيعمل اكتساب للمدخرات المصرية. المصريين المقيمين في الخارج، يعني عشان انت تجذب الدولار لازم تخلي الناس تثق فيك. لو الناس مش هتثق فيك محدش هينزل مليم احمر. يعني انا دلوقتي الاتجاه الحالي انا شايفه ان الناس اللي قاعده في الخارج سواء اوروبا او امريكا مش بينزلوا مليم احمر. تمام. طبعا بينزلوا بقى ايه بقى، يعني عن طريق الطرق غير مشروعه. ما فيش حاجه اتكلم عليها يعني. اوكي، واحد نازل يكون اديله فلوس مثلا يوصلها لاهلي حاجه كده بالطريقه. بس بنوك لا، لا لا، بنوك مين يابا؟ بنوك مين؟ لا لا، انسى. انا عن نفسي لا اثق في البنوك المصريه نهائيا. ده لو خلوا حتى الفايده 30%. ولا انتوا ناسيين يا جماعه ان كانت الفايده في الاول كانت عاليه، ومره واحده البنك المركزي تصرفات البخلاء، قال لك دي فايده كبيره هننزلها. بالتالي اللي عمل وديعه في وقتها اتخيط. هو كان فاكر هياخد 20%، بعد كده نزلت بعد 11%. يعني كلام خراب بيوت يا ملطه. تمام. بالتالي انسى، يعني انسى خالص. انا مش عارف اقول ايه يعني. كل حتة في العالم بتشجع الناس انهم ينزلوا بلدهم، يدوم تحفيز انهم ينزلوا، الا مصر كأنها بتتصرف تقول لك يا جماعة اللي قاعدين في الخارج ما تجوش مصر خالص، احنا مش عايزينكم معايا. هو ده اللي بيحصل فعلا، كرهوا الناس في بلدهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.